الله سوف يتكلم بضع دقائق يحكي قصة إسلامه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نترك المجال لفضيلة الدكتور محمد العريفي عشان يحكي قصة إسلامه. ليش لا يا أخي؟ خير. إسلام أمي وأبوي وجدي وكيف دخل الإسلام السعودية. ما فيش مشكلة. إيه نعم. تفضل. Ja? تفضل. Ten eerste wil ik zeggen dat ik net zo verbaasd ben als jullie om mij naast deze shuyukh te zien zitten. Vanmiddag is mij gevraagd om in het kort, dat is in het kort in een notendopje, is dat het verhaal. Dank. Alhamdulillah, masha Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah يثبتنا وإياك يا رب العالمين. ما شاء الله. أنا ما فهمت شيء بس أدري إن كلامه جميل يعني. طيب تبي أقول لهم القصة أنا؟ طيب الأخ كان معه واحد مسلم في البدايات لما كان عمره 18 سنة، وكان هو ملحد. I think he was atheist. فالشاهد كان لا يؤمن بأي دين، وكان ذاك الشاب يحاول يقنعه بالإسلام وأن في إله، والأخ يقول لا يوجد إله. ثم اشتغل بالبحث عن الإسلام ليكتشف على الإسلام أخطاء حتى يذم الإسلام بها. ومع كثرة بحثه عن أخطاء الإسلام اقتنع أن الإسلام دين حق، مع قناعته أن ما في إله. يقول أنا ما وصلت إلى قناعة أن في إله خالق، لكن وصلت قناعة أن هذا الدين بهذا النظام يصلح للتطبيق في الأرض. ويقول كذلك كان صاحبي يقول لي لما أجي وأعترض على أشياء، أقول ليش الإسلام مثلا يجلد السارق، ليش الإسلام يقطع يد السارق، ليش الإسلام مثلا يرجم الزاني. فيقول له صاحبه، يقول له الإسلام مثل الكعكة، ما يصلح أنك تأكل مثلا الدقيق لوحده، لن تستطيع أن تجد له لذة، أو تأكل السكر لوحده، أو تأكل الفانيلا لوحدها، لكن اعمل منها خلطة وتستلذ بها. فلا تنظر فقط إلى قطع يد السارق، لا تنظر إلى ألم المقطوعة يده، انظر إلى النفع الذي يحصل للناس بحفظ أموالهم، النفع الذي يحصل لصاحب المال الذي عاد إليه ماله ونحو ذلك. يقول فجلست قرابة يعني فترة معينة وأنا بدأت أصلي وأنا لا أعرف الإسلام، ثم بدأت أصوم وأنا غير مسلم، ومع ذلك أنا أصوم وأصلي. My translation I think it's good. Yes. احنا نفهم بعض، أي لغة نمشي حالنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه البشرى اللي الله قالها في القرآن. شفت كيف؟ شوف حتى أنا I'm speaking Arabic, he can understand me now because I am sheikh. إيه فالشاهد يقول ووجدت لذة للصلاة. I feel enjoy when you pray. and وجدت لذة للصيام. بعد ذلك جاء وأعلن إسلامه. هذه قصته باختصار. الشباب اللي فهموا لغته، صح القصة اللي أنا قلت؟ الشياطين يوحون إلى أوليائي. أتحدى واحد يدري كيف عرفت قصته. ها؟ وين حكى لي يا أخي؟ ايش دراني أنا لسه واصل، أنا من توني جايكم قبل كم دقيقة. نو أي متهم. أنا قابلت الأخ مقابلة تبع برنامج ضع بصمتك بعد صلاة العصر تقريبا، وذكر لي القصة، وكان الأخ علي خطابي يترجم. فأنا الشباب يوم تورطوا ما لقوا مترجم، قلت أعطيكم القصة يعني. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows.